صعبة تكون الدنيا ممكن بيها نطيح هواي، ممكن بينا تموت اللهفة لكن نقدر نبني الجار. في بعض الأحيان قد يولد من المعاناة والصعاب خاصة في الدراسة. الطالب زيد قحطان أحد طلاب الرابع العلمي دليل واضح على ما قلناه، تحدى الصعاب وتحدى المعوقات واستمر في الدراسة إلى مرحلة الإعدادية رغم العوق الولادي الذي أصابه، ولكن زيد لم يترك الدراسة. اسمي الطالب زيد قحطان عابد، رابع إعدادي شعبة هاء. من أول ما انولدت أنا معاق وبظهري كيس، فودوني على العمليات بالهند، وخروا لي الكيس. من وخروا لي اياه رجلي تقوست، هم سووا لي العمليات يعني بالمختصر انا بعد ما امشي. الهدف انه بهاي الايام ما راح يفيد الانسان اي شيء غير شهادته، لان ماكو عمل. تدرس افضل شيء الدراسه. كانت بالابتدائي الصراحه كانت زينه لان كنت اقرا، ما كان في شيء لهيني، لا العب لا هاي، كنت قاعد بس اقرا. بالمتوسطه هم كذلك الامر، يعني كنت اقرا وهم العب، لان المتوسطه كبير يعني فهم يعني مرات العب. اي شيء اوصل، يعني مثلا من اخلص سادس اي معدل انا راح اشد حيلي، اي شيء يطلع لي انا راضي بيه، اي شيء يطلع لي راضي بيه وراح اشتغل ان شاء الله.